السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم قصة قصيرة من قصة رمزي الحميدي. قلت ليش كل ما يكتب على حائط الصفحات مجرد كلام عابر بل معاناة حقيقية؟ قبل 7 ساعات كتبت مستنجدا: أنا باموت اسعفوني. أحد المغتربين يدعى رمزي الحميدي من أبناء عزلة السارة العدين يقول بأنه يعاني من القلب وله عدة أشهر عاطل عن العمل. كتب عبارة حائطة ثم غادر الحياة بعد استنجاده فورا قبل أن يأتي أحد لإسعافه. رحمة الله تغشاه وعصم الله قلوب أهله ومحبيه. وهذه القصيدة كتبت على لسان المغفور له بإذن الله تعالى رمزي الحميدي، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. قال: وأنا طريح الفرش في حالي الموت، ناديت بعلى الصوت ذي يسمعوني، ناديت للأصحاب في عالي الصوت، ناديت بعلى الصوت جو يسعفوني. ما حد فزع منهم ولا جاوب الصوت، ولا تحرك ذي منهم يعرفوني. بقولها يا صاحبي فاتك الفوت، الموت قد جاني وأرخى جفوني، والقبر يحفر حفر واللحد منحوت، باقي لكم وحده من الحق جوني. شلوا بنعشي نعش ميت وتابوت، ونزلوني بالدلا ودفنوني، ردوا علي الطين خلبه مفتوت، وادعوا كريم الجود ثم اسمحوني. ردوا علي الطين خلبه مفتوت، وادعوا كريم الجود ثم اسمحوني. يا إله الكون ارحم من خذيته، يا إله الكون ارحم من خذيته، واسكنه جنة